بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاني يا حلمية، وليه كده يا زاهية؟ ليه اللي عملتوه فينا طوال الفترة اللي فاتت دي؟ تاني يا حلمية رجعتوا مع بعض وتصوروا في الغيط تاني بالمناظر اللي تفرح، مناظر طبيعية في منتهى الروعة، وكمان مناظركم انتوا كاخوات بطبيعتكم وباللي جواكم الحقيقي اللي الخبثة افتعلوا غيره وحاولوا يعني يفرضوه على اللي بيشوفوكم عشان يصدقوهم. النهاردة كان فيديو القضية، زي ما قلت كده، فيديو القضية على الخبثة اللي تعبوا نفسهم وضيعوا وقتهم، إذا كان أصلا يعني هم مفيش عندهم مشاغل، وعشان كده قعدوا للخبث والمكر بين الإخوات. وفضلنا طول السنة نقول إن الناس ديت يا جماعة مش كده، وعلى رأسهم كانت زاهية. واللي أكد كلامي كان الفيديو اللي عملته زاهية اللي قبل ده، اللي أنا بقول عليه فيديو الجوائز، أو يعني فيديو الأوسكار. الفيديو اللي عملته زاهية فيديو طلب التسامح ومسامحتها لغيرها، أنا هسميه فيديو الأوسكار. فيديو الأوسكار اللي ينسب لزاهية، بيأكد طيبتها وبيأكد إن يوم إخوات وحلمية كمان، وما صدقوا يعني جات الفرصة. متهيألي ما يعني تلقائي هم راحوا الغيط. شفتوا المناظر دي أول ما شفناهم وعرفناهم مع بعض في البيت وفي الغيط، يعني اللي تعبوا نفسهم في الفاضي. وان الفيديو النهارده انا بسميه فيديو، مع اني بسميه فيديو القاضية بالنسبة للي مكروا بين الاخوات واللي حاولوا يوقعوا بينهم. النهارده يعتبر فيديو القاضية، وسميه كمان فيديو الروعة، فيديو الجمال، فيديو ايه يعني يعني فيديو حلو قوي قوي قوي. زغرتي يا زاهية وافرحي، حقك والله، لان ربنا ساعدك قوي وبينك على حقيقتك وطبيعتك بمواقف في منتهى الروعة، وعلى رأسها بداية العمرة اللي كانت وش الخير عليكم. وفعلا كانت بداية لمكم ووش الخير على الحاجة اللي الحمد لله عملتها وهي في أحسن صحة وفي أحسن حال. وعشان ما ننكرش فضل ربنا، بعد فضل ربنا فضل المحترمة اللي قرشها فعلا واضح انه حلال، وانه حط بينكم بالخير، الحاجة لطيفة. ونقول كل ده كان مدد من ربنا، وجعل الحاجة لطيفة وزاهية فيه سبب، وبفضل الله وفقتم وربنا أذن. وإن شاء الله تدوم لمكم وتدوم علينا المناظر الحلوة دي مع شكر ربنا. ثم الحاجة لطيفة، يا بركة الله ويا بركة قرشك يا حاجة لطيفة. بدايته كانت العمرة، وما شاء الله انت كنت من الأول قصدة تلميهم، بس كان لسه ربنا ما أمرش. وبفضل الله واتلموا في أحسن صورة وفي أحسن شكل زي ما احنا شايفين. آخرها الفيديو المبهج، مبهج بالطبيعة، ومبهج بوجود الإخوات مع بعض بكل تلقائية وبكل فطرتهم، وبكل اللي كانوا بيحاولوا الخبثة يشوهوه ويحطوا في ناس حاجات أو يلصقوا عليهم. وبالذات زاهية اللي مش فيها دي، زاهية يا جماعة بتزغرط وبتدعي ربنا وما شاء الله عليها، فاتحين حجرهم لبعض وبيقابلوا الخير مع بعض وما شاء الله عليهم. المناظر في منتهى الروعة. فيديو الجمال، فيديو زغرتي يا زاهية وافرحي والله من قلبك. احنا كنا حاسين بيك وعارفين ان انت وقت زي ده النص، بان انت مع اخواتك واخواتك معاكي، وان شاء الله تكون بداية يعني اعمال احسن واحسن لكم مع بعض. وان شاء الله بشرة خير، وخصوصا ان احنا في رجب وجاي الشهور شهور البركة، وكل رمضان ان شاء الله علينا وعليكم السنة دي. شوفوا المنظر الحلو ده، منظر في منتهى الروعة، وفي المطبخ مع بعض وفي الغيط مع بعض. هي دي الاخوات. فيعني اللي تعبوا نفسهم على الفاضي، واللي حاولوا يأفوروا قوي ويطلعوا في زاهية اللي مش فيها. مش هنقول ان هي ملاك، لكن هي بني ادمة وكان لها احاسيس ومشاعر،
وما شاء الله، وكانت متألمة جدا ما شاء الله. شو بتدعي ربنا، ويعني هقول ايه، اللي جواها بينضح على وشها على طول. وما شاء الله حلمية أميرة. بس بقى اللي يعني يحاولوا يجروها طريق ما هوش طريقها، ربنا يسامحهم. وإن شاء الله المسامح كريم للجميع، وتكون الفيديوهات اللي جاية أحسن وأروع من المناظر اللي كلها بهجة وفرحة وزغراتي، وفيها فرحة وبهجة زي ما قلت، وفيها يعني حب كبير وواضح قوي وعليهم وعلى الدنيا اللي حواليهم كلها. احنا حابين المناظر دي، مش حابين نشوفكم مشاكل وتطلعوا مشاكل، وما عادتوش تعملوها. يعني مهما يحصل ما عادتوش تطلعوا مشاكلكم على العام. انتوا اخوات، اي حاجة تبقى بينكم، وما عادش حاجة تطلع وتظهر ابدا لشوية خيابة قاعدين على القنوات وبيعملوا بسوس وبيحاولوا يجروا شهيرة الوقتي. يعني عشان ايه؟ يجروا وراها زاهية. ريحوا نفسكم. اللي حصل يعني المفروض بيقولكوا الاختين، بيقولكوا، وانا هقول كلمة يعني مش عايزة اقولها، بيقولكوا طز فيكم. المناظر دي بتقول لكم طز فيكم. احنا اخوات على الحلوة وعلى المرة، وهنقول لبعض وهنضحك مع بعض يعني مناظر في منتهى الجمال. الف مبروك على الفيديو ده. انا بعمله الفيديو اللي فات يا زاهية سميه فيديو الاوسكار، وده فيديو يعني يعني اكتسح كمان. يعني الفيديو اللي فات كان لوحدك، ده مع حلمية، انتوا الاتنين مع بعض زودتم الجمال وزودتم الارتياح اللي بيشوفوكم. فان شاء الله داوموا على كده، وباذن الله ربنا معاكم. وزي ما قلت اسجدوا سجدة شكر لربنا عشان يديمها عليكم النعمة اللي انتوا فيها دلوقتي. وان شاء الله يكون رمضان اللي جاي احلى رمضان في حياتكم، لانه جاي بعد متاعب عدت ومشاكل. وان شاء الله يكون بداية الحلو، وان شاء الله يبلغنا جميعا رمضان ونشوف منكم حاجات حلوة وتسعدنا زي ما شايفين الوقت كده. وكمان الشكر زي ما قلت لله، ثم للحاجة لطيفة اللي كان قدمها عليكم قدم الخير وجعلك يا زاهية سبب في كده. فسجدة شكر خاصة منك انت لربنا. وادعوا ربنا ان شاء الله ان ما عادش يوقع بينكم ولا حد يتدخل بينكم بشر، وما تستجيبوش لأي حد. كل واحدة فيكم تيجي على نفسها. حتى لو اللي قدامها، لو اختها اللي قدامها زادت عليها شوية، افتكروا اللقطة دي وافتكروا اللقطات دي واللحظات الحلوة دي. ما تضيعوهاش وما تبيعوهاش بأي موقف يحصل بينكم. اللي تيجي على التانية تفوت لها وتسامحها، وما عادش تطلعوا مشاكلكم على الخاص، وعيشوا حياتكم وظهروا لنا الحلو ده. احنا لما بنقول نشوف فيديو الصبح مبهج كده بنحب نشوفه بدل المرة كم مرة، ويعني بيبقى بيسعدنا زي ما حاسين فيه انتوا بيساعدكم. احنا كمان الفيديو لما بنشوفه بيسعدنا. فده اللي احنا منتظرينه منكم، من اختين يعني جامدين زيكم زي ما هنقول. زغرتي وافرحي من قلب قلبك، والف مبروك عليكم الفيديوهات الحلوة دي، وربنا يديمها عليكم. ويا رب رمضان الجاي يكون فتحة خير علينا وعليكم، لنا وليكم ان شاء الله، وبالمناظر اللي تسعد دي. وتكون الحاجة أم مصطفى ربنا شفاها وعافاها، وتقوم تصور معاكم تاني وتشوف لمكم وفرحكم، وتشوف قد ايه انتوا بتحبوا بعض. لكن مكر الماكرين اللي ربنا يسامحهم. وان شاء الله بإذن الله استبشروا باللي جاي. شوفوا المنظر، منظر في منتهى الروعة، لقطة حلوة جدا. وكونوا مع بعض دايما في البيت وفي الغيط، وبكده بتسعدوا متابعينكم وبتسعدوا اللي بيشوفوكم. ولأن الناس عايزة الحب وعايزة التفاؤل وعايزة المناظر اللي بتدخل عليها بهجة وسعادة. ادعي ربنا يديمها عليكم يا زوزو. دايما ارفعي ايدك للسما وادعي، قولي يا رب. وان شاء الله انت الظاهر عليكي فعلا بتدعي ربنا كتير، عشان كده ربنا بيستجيب لك وبينصرك بمواقف حلوة جدا. وزغرتي وافرحي انت واخواتك. والسلام عليكم ورحمة الله.